السفارة الأمريكية عملت نظام جديد بالنسبة للمواعيد وإيصالات السداد للبنك. هنتكلم النهاردة في الحلقة بتاعتنا عن التعديلات الجديدة اللي بدأت بيها السفارة الأمريكية. أنا معاكم سامح من فيزا ستيشن، والنهاردة هنتكلم عن تفاصيل أكتر بالنسبة للنظام الجديد للسفارة الأمريكية. بالنسبة للسفارة الأمريكية في الوقت الحالي بقى النظام مختلف عن الفترات اللي فاتت. زمان كان CGI أو المعروف ب account CGI، أو أنا عايز أدفع إيصال البنك اللي هو CGI، أو لما يروح البنك CIB يقول له أنا عايز أدفع رسوم بأكاونت CGI أو أيا كان الموضوع. دلوقتي ما عادش خلاص في حاجة اسمها CGI account بالنسبة للبنوك. اول حاجه السفاره وقفت التعامل مع بنك CIB في الوقت الحالي، ودلوقتي بقى التعامل مع بنك ابو ظبي الاول. ده اول طريقه دفع بالنسبه للناس اللي حابه تسدد الرسوم بالكاش. طبعا رسوم السفاره في الوقت الحالي بتاريخ الفيديو اللي احنا بنعمله دلوقتي هي 9435 جنيه مصري، او ما يعادلهم 185 دولار امريكي. الطريقة التانية انت تقدر تدفع دلوقتي عن طريق الكريدت كارد بتاعتك، أو سواء المصرية او الاجنبية على حسب انت عايز تدفع باي طريقة. بتقدر تدفع اونلاين دلوقتي، ولكن في حاجة مهمة لازم تكون واخد بالك منها، ان انت النهاردة لما تدفع بالدولار ببطاقة البنك المصرية فانت هتدفع عمولة البنك على حسب برضو الوقت اللي احنا بنعمل فيه الفيديو دلوقتي. هم 5% المفترض على سعر بيع الدولار على حسب المعلن في البنك المركزي، والبنوك على حسب البنك اللي انت بتدفع منه الرسوم بتاعتك. الطريقة التانية بالنسبة للسداد الكاش، بتعمل أول حاجة الأكاونت بتاعك بتاع السفارة، وبعدين بيطلع لك برضو إيصال سداد. هو شكله مختلف، لا هو مش مختلف ولا حاجة، بس الرقم الريفرنس نمبر بتاعك هو اللي بقى مختلف على حسب ان هو دلوقتي بقى فيه نظام جديد وسيستم جديد. طبعا في لخبطه كتير مع الناس بالنسبه لان هم في ناس ما عندهاش معلومه اصلا على السداد، ان هو بيدخل على السيستم القديم بتاعه اللي هو عامل فيه الاكونت. ولكن برضو لو انت لسه مازال على السيستم القديم بتاعك او على الاكونت القديم في السيستم القديم بتاع السفاره، ما تقلقش خالص. انت دلوقتي تقدر تعمل اكونت جديد على السفاره، ولكن لازم تكون مخلي بالك من كذا نقطه مهمه جدا جدا جدا. اول حاجه لازم تبقى عارف ان النهارده السفاره بقى فيها شويه تغييرات علشان ما تتورطش في الميعاد بتاعك، او علشان ما يحصلش معاك مشكله وانت رايح السفاره. اول حاجه دلوقتي السيستم القديم كان بيقبل ان انت تعدل رقم الدي اس كونفirmation نمبر بتاعك. في القديم لو انت فرد كان تقدر تعدل الرقم ده، لكن النهارده ما بقاش فيه تعديل للرقم. بمجرد ما انت خلاص دفعت الرسوم حجزت ميعاد، دلوقتي الدي اس نمبر بتاعك ما بقاش هيتغير. الحاجة التانية لازم تبقى عارف ان السفارة النهاردة ما بقاش متاح ان انت تدخل ميعادك ورقة الميعاد فيها رقم دي اس مختلف عن الرقم اللي انت داخل بيه، او الكونفirmation ليتر اللي في ايدك وانت داخل بيه. لو رحت السفارة دلوقتي وانت الرقمين مختلفين مش هتدخل المقابلة بتاعتك، وهيقول لك بالنص اعمل ريسكادول للميعاد بتاعك وحط رقم الدي اس نمبر بتاعك. طبعا هو دلوقتي بيجبرك ان انت عندك حاجة من اتنين. اول حاجة ان انت دلوقتي بتكريت الدي اس بتاعك وتروح تدفع، وبعدين تقدر ان انت تكمله بعد ما تدفع براحتك على حسب التوقيت بتاعك. تاني حاجة انت بتعمل الدي اس نمبر بتاعك، او بتعمل ابليكيشن كامل دلوقتي، وبعدين تدفع الرسوم زي ما تحب. ولكن انت في الاول وفي الاخر لازم تبقى عارف ان انت المعلومات بتاعتك اللي هتحطها في الابليكيشن لازم تكون عارفها كويس، لازم تبقى متأكد منها. سواء انت رايح لسبب محدد على حسب سياحة، على حسب بيزنس، على حسب هتحضر المباراة من مباريات النادي الأهلي اللي هتكون في أمريكا، أو على حسب بالنسبة للناس ربنا يديهم الصحة واللي هم عايزين يروحوا لأي مواعيد متابعة علاج أو متابعة مستشفيات بره، أو على حسب هو عنده زيارة طبيب.
النظام الجديد فيه شويه حاجات على غير اللي احنا متعودين عليها قبل كده. فيه هو سيستم جديد كامل تماما، كل تفاصيله مختلفة إلى حد ما بالنسبة للناس اللي هي أول مرة تتعامل مع موقع السفارة الأمريكية. ولكن احنا بنقول خلي بالك ان انت تكون مرتب معلوماتك اللي هتحطها في الابليكيشن. تاني حاجة تبقى عارف الطريقة اللي هتدفع بيها او الطريقة المناسبة ليك، على حسب هتدفع كاش او على حسب هتدفع بالكريدت كارد بتاعتك. فانت دلوقتي صاحب القرار بالنسبة للسداد. النظام ده اول حاجه هو كان اتطبق في اوروبا، ودلوقتي السيستم الجديد ده اتطبق على الدول العربيه اللي هي كانت بتشتغل على السيستم القديم، نفس السيستم بتاع مصر، بما فيهم السعوديه، بما فيهم الكويت، بما فيهم مصر، بما فيهم معظم الدول العربيه اللي كانت بنتعامل مع السيستم القديم بتاعها. هو تقريبا نفس السيستم شغال على كل الدول العربيه. ولكن دلوقتي بقى السيستم مختلف شويه، ان انت بتكريت اكونت وبتعمل يوزر نيم، بتحط الايميل بتاعك، وفي عندك 3 اسئله للاسئله اللي هي السكيورتي، اللي هو بيبقى يعني زياده امان للحساب بتاعك. الموضوع ما بقاش سهل، خلي بالك من الدي اس نمبر بتاعك. لما تعمله لازم الورقه بتاعه الميعاد هي اللي هيكون فيها رقم الدي اس اللي انت ماسكه في ايدك، الكونفirmation بتاعك اللي هتدخل بيه المقابله. السفاره دلوقتي بالنسبه لمصر تحديدا مش هتوافق ان انت يبقى معاك رقم في الميعاد غير الرقم اللي في ايدك. هيقول لك مش مسموح تدخل، او هيقول لك ان الرقم مختلف، وانت في الحاله دي هتبقى مضطر ان الميعاد يا هيروح عليك لو انت بتتعامل انت معامله شخصيه على الاكونت بتاعك، او انت اللي عامل الملف بتاعك، محتمل ان انت تخسر فلوسك، ومحتمل ان انت تعرف تتعامل بطريقه الى حد ما هتعرف تتعامل مع السيستم الجديد، ان انت تاخد ميعاد تاني وتعدل رقم الابليكيشن، او هو هيقبل معاك او مش هيقبل معاك اصلا. ده اللي لسه احنا بنكتشفه مع السيستم الجديد. وفي نفس الوقت لازم انت تبقى مرتب امورك كويس جدا علشان ما تخسرش فلوسك، لان النهارده فلوس السفاره ما بقتش قليله زي زمان. وفي نفس الوقت انت بتبقى مرتب نفسك، مرتب سفرياتك، مرتب امورك على الميعاد اللي انت رايح فيه السفاره. لو عندك اي استفسارات مخصصه عن التقديم للتاشيره الامريكيه، سواء هتقدم على تاشيره البي 1 بي 2 او الاف 1 او الجي 1 او السي 1 دي او الاو 1، اي تاشيره انت حابب تعرف تفاصيل اكتر عنها، ممكن تبعت لنا على السوشيال ميديا اكاونتس بتاعتنا، او ممكن تبعت لنا هنا على الفيديو في قناتنا في اليوتيوب، واحنا هنرد عليك بكل التفاصيل. واتمنى ان المعلومه تكون مفيده لكل الناس. ولو عندك اي استفسارات او عندك اي اسئله ابعت لنا واحنا هنرد عليك بكل التفاصيل. ولو عجبك الفيديو ممكن تعمل لنا سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس، واي فيديو جديد هيجيلك باشعارات او نوتيفيكيشن ان انت تتابع على الفيديوهات الجديدة. وإن شاء الله كل تفاصيل جديدة بتظهر مع السفارة هنوضحها في فيديو علشان الناس تكون عندها معلومة كاملة بالنسبة للتعامل مع السفارة الأمريكية. وإن شاء الله الفيديوهات الجاية هنتكلم برضو عن تفاصيل بالنسبة للقبول وبالنسبة للرفض بالنسبة للسفارة. معظم الناس بتبعت لنا استفسارات واحنا بنطلع بفيديو بنوضح فيه كل التفاصيل. شكرا ليكم، وان شاء الله تابعونا في الفيديوهات الجايه باذن الله.